بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج قضايا مصرية. كنا وسنكون سفراء للحقيقة أينما كانت، ونبحث كل المشكلات ونحاول حلها بموضوعية وشفافية. مشكلة اليوم مشكلة عصيبة وصعبة جدا في الزبادة البحرية. النهاردة هنطلع دلوقتي معاكم نتعرف على المشكلة واصحاب المشكله. ازيك يا عم الحاج؟ يا مرحبا. عرفنا بيك. منصور محمد عبد الخالق بكر. اهلا وسهلا. يا مرحبا. ازيك يا حاج؟ عرف عرف بيك. عبلة محمد. اهلا وسهلا. عرف بيك. ياسمين زكي. اهلا وسهلا. دلوقتي نطلق مع عم الحاج نشوف ايه طبيعه المشكله يا عم الحاج. المشكلة والله إن الناس دهيت جم هدوا البيت بتاع اللي احنا ساكنين فيه، وطبعا مش عارفين إن احنا عايزيننا إن احنا نخلعه منه، والبيت دوت طبعا ملكي، وجابوا لنا ناس عدوا السلك طبعا غصب عننا. ماشي. فاحنا طبعا مش عارفين استمروا او نقعدوا في هذا المكان من الناس ديت. انا عايز اعرف حاجه يا عم الحاج. ماشي، اتفضل. انت حضرتك بتقول هدوا البيت. هدوا البيت ازاي؟ يعني مكان انتوا بانيينه ولا المكان ده بتاعك ولا بتاع حد ولا ورث ولا ايه؟ المكان اللي انت وريتوني بره وانا جاي مشدود عليه السلك ده. أيوة. السلك ده جه ازاي ووضعه ايه؟ هل السلك ده جه نزل ملكيه ولا مش ملكيه؟ البيت اللي مهدود ده اتهد ازاي؟ الطبيعه لا بتاعته يعني. لا، ملكية طبعا، واوراقه موجودة. البيت دوت اوراقه موجودة، لان دلوقتي بيتي ملكي واوراقه موجودة اهيت. اوراقه مع حضرتك؟ ايوه موجودة يا باشا. ادي عقد البيع، ادي عقد، وده تبع الاملاك. ماشي. ده شرط بيع. اه ده في المساحه كلها يا عم الحاج؟ دي في المساحة كل دي. انما ده هو دي بقت محدد القطع على بعضها، اللي هو ده. المكان اللي هو دي. اه وطبعا البيت السلك معدي من نص البيت. طب السلك ده اتحط في المكان ده ازاي؟ كان محطوط تراضي وقال ان احنا هنشيله، فهو ما شالوش. ما حصلش انتوا قعدتوا قبل كده تحيات أو يعني؟ قعدنا كتير، بس هو ما فيش التزام. ما فيش التزام. فهو قال ان احنا هنسيبه عند. طب دلوقتي ان احنا دلوقتي معانا عقودات ومعانا اوراق، ان كان معانا اوراق تثبت ماشي، انما ما فيش. انما ده محدد من هنا ومن هنا، قطع على بعضها. طب طلبتوا قعدة تاني ولا حاجة؟ طلبنا ياما، وطبعا مش مستجاب للقعدة، ومش مستجاب. طيب انتوا قعدتوا قبل كده؟ قعدنا. القعدة قالت ايه؟ القعدة طبعا قالت طبعا ان في تعديل مسار او كده، هو مش موافق. تعديل مسار؟ اه يعني ايه تعديل مسار؟ يعني يشيل السلك بتاعه من ملكيتي. بالفعل الاوراق دي بتقول ان هنا الملكية بتاعت حضرتك بالمساحة. المساحة هنا مذكور السلك مش موجود فيها. لا، فيها ما فيش سلوك موجودة فيه. ما فيش اي سلك موجود فيه، وهي القطعة. طيب اما طلبتوا يا عم الحاج اللي انت هنيجي نصور معاك، وطلبتوا نصور معاكوا ليه وقلتوا كان فيه مشكلة وخناقة وازالات وحاجات من دي؟ ايه موضوع الخناقة والمشكلة؟ الخناقة كلها عشان هذا السلك، ان هو طبعا مش عايز يشيل، وهو بيقول ان احنا هنسيبه غصب. طيب حضرتك مين الحاجة اللي كانت بتقول عايزة تتكلم؟ تعالي اتفضلي، تعالي معايا اتفضلي. ايه اللي حصل؟ حضرتك كنت بتقولي عايزة تتكلمي. واحنا قلنا له في القعدة شيل السلك، قال انا هشيله وادفعوا 5000، ودفعنا 5000 قدام الناس كلها وقدام القعدة، وما تلزمش ولا قال ما نش واخد فلوس ولا اي حاجة ولا نشيل سلك. فشايع وقال خدوا فلوسكم تاني. انت حضرتك كنت بتقولي لي قبل الحلقة ان انتوا رحتوا المركز وانضربتوا. انا
خدنا من كلبشنا. هنا في البلد يعني ولا كلبشوه. الضرب ده كان هنا في البلد اه بينكم وبين الطرف الثاني؟ اه يوم بقى خدونا انا ومرات اخوي، وبعدين ايه خدونا انا وجم حبسوا الجماعة التانيين الحريم التاني، والصبيان كانوا سارحين. وبعدين خدونا هناك وقاموا ماسكين الدار مسهدمينه، وجابوا بتوع الشرطة ايه يوصلوا السلك غصب عني. يعني السلك في ما كانش واصل والبيت مبني. وانت بتقولي ايه يا حاجه؟ جابوا الإزالة بالعافية وركبوا السلك غصب عننا وجرجرونا على المحكم أنا وصبيت. وسبنا أمي المضروبة وسبنا أمنا لوحدي تعيط لوحدي، وخدوا ده أمها تحبسوهم في الدار ونزلوا عليهم دار وبهدلونا آخر بهدل. محدش حاش عننا وما فيش حد يحوش عننا خالص. هما ويقولوا احنا الحكومة، ويقولوا احنا الحكومة، مسكوا البلكونات بتاعتنا ومسكوا البلكونة بتاعت الصبيان كسروها بالأجل. هو ما فيش حد فوق القانون يا حاج، ما فيش حد فوق القانون. هو الكلام اللي جه اللي هم اشتكوكوا في بنية مثلا انتوا بنتوها، بس هو التعدي دلوقتي مثلا على الحق اللي هو انت بتقول عليه يا عم الحاج، طبعا اللي هي المساحة الكلية بتاعتك. انت بنيت لو كنت بنيت مخالف زي الناس دي مش مشكلة، اما انت حضرتك بتتكلم البانية مبنية من ايام ابويا، والله من ايام ابويا. يعني البانية اللي هي مهدودة دي من ايام هو دي من زمن، يعني من زمن كتير، من زمن كتير. انما هي يعني الشكوى كانت في ان هو الشارع الشارع مش بانية مخالف ولا لا حاجة. ما فيش مخالف، هو البيت اللي هم بيجيب لنا ناس ويجيب لنا تعيين ويقول ده سدين عليا الشارع. وكانوا الاول يقول ده طافين عني النور، ومن قبل هو يجوا هم يجوا ورانا. راح فين؟ روحوا عند الفرن بتاع فرن ايه اللي هو بتاع العيش؟ ايوه بتاع لا بتاعنا. الحمى بتاعتنا الحمى بتاعتنا بنروحوا نخبزوا فيها ونعملوا فيها عيشنا وكده. بتخبزوا فيها يعني. ايوه بيفضل قاعد لنا بالنبوت وقلع هدومه ويجري ورانا ويخش علينا في قلب البيت برضه يضربنا ويبهدلنا. ويشحتر حميتنا ويجري ورانا ويقول ده انا الحكومه ما فيش ما بيهمنيش من حد، ويهددنا ويفضل يجري ورانا على طول ويضربنا. ويسالني ويقول له جوزك فين وحماكي فين؟ انا قاعد لهم، انا متلبد لهم في الدار ومتلبد لهم في الغيط ومش راجع عنهم. طبعا يا جماعه الكلام ده من حق الطرف الثاني الرد، ومن حق الناس دي ان هي تطلب تصوير. طبعا احنا اتدخلنا في الموضوع عشان نجيب الطرفين برضو للقعدة، وما زلنا برضو ان شاء الله لو حصل نصيب. يعني الطرف اللي احنا معاه بيقول احنا يا عم الحاج لو احنا دلوقتي الحاج حضرتك لو طلبت قعدة تحقيق توافق ان تقعد وتلتزم مع الناس؟ لا اوافق والتزم، اكون ملتزم، تلتزم بالقعدة، لان انا عملت كذا قعدة قبل كده وهو ما التزمش، انما انا ملتزم بالقعدة، اقعد ما اقعدش ليه. طيب وعيالك؟ وعيالي بس واخد يقعدوا بس اشوف غلطه. الالتزام يعني لو جه عليك حق هتوافق بيه، لو ليك حق هتوافق عليه. طبعا الالتزام بقعدة الناس زي القعدة ما بتقول، زي القعدة ما تقول. انت كنت بتقولي لي الظلم باين عليا وفي افتراء عليا. في ايه الافتراء اللي هو قاعد لنا قدام البيت، نروح عند الفرن نخبزه نعمله حاجتنا، يطلع جاري ورانا بالنبوت ويتهجم. البيت اللي هو فين دوت؟ ولا البيت التاني اللي فيه الحمى بتاعتنا، حمى الفرن بتاعتنا دي تحت في بيتنا في ملكنا، قاعد لنا ويجري ورانا ويقول لي انا متلبد لحماك ومتلبد لجوزك، انا عايزه روح اشتكي، ده احنا هنا الحكومة. يعني افترى منه جامع وبهدله. احنا بنعرض الرأي والرأي الآخر. احنا يا عم الحاج اما انتوا طلبتوا مننا ان احنا نيجي نصور، طبعا انا حصل الموقف ان انا طبعا بعرض هنا وبعرض هنا، فانت دلوقتي نفسك ان ايه اللي يحصل؟ انت بتقول لي انا عايز احافظ على عيالي ونحاولوا نلموا
الدور، بحيث ان نلاقي اي حلول. نعم، عايزين نعيشوا في امان منه. تعيشوا في امان. ايوه عايزين نعيشوا في امان. طب الحته دي يا عم الحاج، طبعا حضرتك وريتني اوراق. لا هي قطعة على بالمنتهى. بعضها، اه. قطعة على بعضها، وبعدين أنا بحافظ طبعا لأولادي دي ملكي، وبحافظ عليه للأولاد. هو جاي عايز ياخدها عافية، وطبعا معايا أوراقي وملتزم بالأوراق. طيب احنا هيبقى معانا الحاج علي بن الحاج، وهنشوف تفاصيل تانية برضو، انتظرونا. ماشي. حاج علي ازاي؟ الله يخليك يا فندم. عرفنا بيك بقى كده. علي منصور محمد عبد الخالق. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. الحاج قال لنا تفاصيل، وانت قلت قبل الحلقة عندنا عندي تفاصيل كتير. تمام. يا ترى تفاصيل حضرتك ايه؟ تفاصيل يا فندم من دلوقتي البيت ده ملكية خاصة. تمام. وعملنا كذا قعدة مع الطرف التاني على أساس طبعا نقل السلك. ماشي. والقعدة حكمت بأن احنا قد التزم الطرف الأول اللي هو احنا بوضع عمود ماشي في الشارع اللي بيننا وبينه. اللي هو السلك اللي انت حضرتك وريتهولي، اللي هو كان مكانه البيت اللي اتهد. ايوه. البيت ده بقى قاعد قد ايه يا حاج علي؟ البيت ده كان مبني بقاله قد ايه يعني؟ البيت ده مبني بقاله أزيد من 10 سنين. 10 سنين. أي. والازاله جات له امتى واتهد امتى؟ الإزالة جايله في شهر 12. شهر 12 اللي فات في شهر 12 اللي فات ده. اه. واتهد في شهر 12 اللي فات ده. الطرف التاني بتاعه اللي معاكوا ده هو اللي اشتكاكوا اشتكانا وهده. تمام. وطبعا قال لك في القعدة عند قيام الطرف الثاني الأول بوضع العمود يقوم الطرف الثاني بنقل سلكه. وهو ما التزمش. وشرط جزائي 50,000 جنيه طبعا على اللي يخلف في القعدة، وهو ما التزمش بأي حاجة خالص. القعدة التانية حكمت بأن احنا ندفعه 5,000 جنيه وفي شهود على ذلك. قعدة تانية. انتوا قعدتوا قعدتين. ودفعنا 5,000 جنيه وما التزمش. تمام. واحنا معانا اوراق في الاملاك وفي الشهر العقاري، وده كله تثبت ملكية البيت. ملكية البيت يعني السلك ده وفي شارع بيننا وبينه. طب السلك ده ايه اللي حطه اساسا؟ ما هو ما فيش ملكية تحت السلك، ايه اللي حط السلك ده؟ السلك ده الناس الاول كانت ناس طيبة. تمام. وطبعا كان معدينه له ايه تراضي كده. تمام. ففي شارع بيننا وبينه طبعا مانع الحريم ان هم يروحوا يقضوا حوائجهم هناك، يخبزوا ويعملوا الشارع بينك وبينه يعني في مثلا في الشارع العمومي، ولا انت عامل اوضه فرن ولا ايه؟ لا شارع 265 سنتي. تمام. بيننا وبينه ملكية مشتركة يعني. ملكية مشتركة. تمام. ومانع الحريم ان هم يروحوا طبعا للحوان بتاعتهم وللفرن يخبزوا، وبيخش عليهم يبحتر لهم العجين بتاعهم ويضربهم، ومش سايب حد في حاله خالص. واحنا طبعا مفيش حد اتدخل بينكم خالص؟ مفيش حد اتدخل ولا حد عايز يتدخل؟ والله ربنا يولي لمن يصلح. ربنا يصلح الحال. طب تتمنى يا حاج علي عايز ايه؟ احنا عايزين نفض النزاع ده، لان مش هنفضل عمر فيه. انا مش عايز اولادي يطلعوا يلاقونا في الهم والمشاكل دي. احنا نتمنى من الله ان احنا نفك المشكلة دي. وبقالنا سنين في معاناة. في شكاوى في المراكز والحاجات دي؟ في شكاوى في المراكز. في شكاوى في انتوا شاكين وهم شاكين؟ احنا شاكين. تمام. بس شاكين بالضرب. لان اعتدوا على حرمات البيت. مسكوا الحاجة الكبيرة ديت ضربوها. الحاجة الكبيرة؟ ايوه. وطبعا كان معمول لها تقرير طبي وكانت طبعا هي ست ما تستحملش. اما يضربوها بالطوب ويتعدوا عليها يضربوها وبالخشب والعصيان وحاجة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها
ترك ما فيها. السلامة فيها ترك ما فيها. النهاردة اما يحصل خناقة او مشاكل او ست كبيرة زي دي تتضرب، قول على الدنيا يا السلام. النهاردة بنتخانق في الدنيا على قطعة ارض، مش عارفين ان احنا نتحط في شبر ارض. الدنيا زي اهالينا زمان ما قالوا متفاتة، احنا هنسيبها وهنسيبها لغيرنا يتمتع بيها. الكلام للطرف الاول والطرف التاني، حتى الطرف اللي معايا انا بقول له، اللي هو الطرف الاول اللي معايا دلوقتي انا بقول له والطرف التاني اللي لسه ما جاش معايا وعايز يجي معايا، اهلا وسهلا، احنا جاهزين. ويا ريت زي ما انا اتصلت ورحت قعدت مع الطرف التاني وقلت يلا تبدأوا مع بعض واقعدوا، والدنيا مش مستاهلة، ده هو شبر أرض نشتريه في الدنيا أحسن ما نضيع مننا في الآخرة. مش الدنيا مش مستاهلة نقف لبعض، الدنيا مش مستاهلة نضرب بعض، الدنيا مش مستاهلة نخسر بعض، ولكن الدنيا مستاهلة نحب بعض، الدنيا مستاهلة نود بعض، الدنيا مستاهلة نعمل زي زمان، الجار يحب جاره، الأخ يحب أخوه، العم يحب ابن أخوه، يحب عمه، يحب أخوه. فين الكلام ده بتاع زمان؟ أهالينا زمان كان فيها الخير، ليه احنا ما نكونش فينا الخير احنا الآخرين؟ ليه ما نكونش فينا الخير للست الكبيرة دي؟ ليه ما نكونش فينا الخير للراجل الكبير؟ ليه ما نكونش لنا الخير في بعض؟ فين الخير بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الخير فيها وفي أمتي إلى يوم القيامة. فين الحب والعطاء؟ عايزين نحب بعض شوية. احنا على فكرة يا جماعة احنا بنقوله الدنيا بتغلى، الدنيا بتضغط علينا، لا والله ده مننا احنا، لان احنا ما عدناش بنحب بعض. حبوا بعض. مش كان في واحد يقابل واحد يقول له ايه؟ ربنا يحبك. حب اخوك عشان ربنا يحبك، حب ابن عمك عشان ربنا يحبك، حب الدين ربنا يحبك، حب الاخرة ربنا يحبك. ان حطينا دول قدام مننا مش هندور على متر ارض ولا ربع قيراط ولا قيراط ولا كلام من ده خالص. الدنيا رايحة، الدنيا رايحة، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ما لي سواك إلهي من يخلصني. خلاص بقى، لا الأرض هتخلصني ولا ابني هيخلصني ولا بنتي هتخلصني، لا، ما لي سواك إلهي من يخلصني. انت اللي هتخلصني من اللي انا كنت قوي، ان انا ما كانش حد صاددني، ان انا الفتوة، ان انا الفرعون الكبير محدش صاددني، انت بس يا رب الوقت كله بعد عني بقى. والاخر رجعوا وتركوك في التراب وضعوك، لو ظلوا معك ما نفعوك ولا يبقى لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. هتعمل ايه؟ كلام للطرفين. انت اخر كلمة عايز تقولها ايه؟ آخر كلمة عايز أقولها إن ربنا يوقف لنا أولاد الحلال ويصلح ما بيننا، تمام، وإحنا مش عايزين مشاكل. إحنا الدنيا ديت يا عالم، إحنا النهاردة على وش الدنيا، بكرة يا عالم. طيب لو جيتوا في القعدة وقعدتوا واتحكم عليكم وتسيبوا السلك، توافق؟ زي القعدة ما تحكم. يعني انتوا ما عندكوش مانع من ان انتوا القعدة حكمت، اللي تحكم بيه القعدة هتنفذوه؟ زي القعدة ما تحكم. واحنا كنا عاملين تعديل مسار قبل كده ومعانا ورق بيه، وطبعا ما تنفذش بتاع القعدة الأولانية، ومعانا ورقنا كله الحمد لله سليم. احنا هنطلع بعد شوية نشوف حتة صغيرة من البيت اللي اتهد والمشكلة. انتظرونا بعد الفاصل. قلت ان في حاجة عايز اشوفها، ايه اللي تشرح لنا ايه يعني؟ الفيديو اللي بعته لحضرتك موضح
الشارع اللي بيننا وبينه، تمام، وإن البيت بتاعنا ده كتلة كلها واحدة. تمام. كنت واحدة ازاي يعني؟ يعني ده كله مساحة واحدة، ما تقسمناش فيه لا أنا ولا أخواتي ولا عماتي ولا حد، يعني كل يعني مكان لازق في بعضه، كم يعني مساحة قد ايه، كم ايراد او كم متر؟ المساحة 7 جرات ونص. 7 قريت ونص. أي لحمة 7 ببعضها. جرات. مفيش بينهم، ما انتش عامل شارع في النص او اي حاجة؟ لا لا لا، مفيش شوارع. مفيش شوارع. مفيش شوارع. هو الشارع هو انت بتطلع من البيت ده، من بيتنا في وسط البيت، في وسط الدار طبعا. تمام. وتخش على البيت التاني. ف طبعا هم جم في وسط البيت ده وجابوا ازاله وعدوا السلك غصبا عن الكل من قلب البيت. السلك اللي هو كان ما تعدي ده كان من فوق بيتكم اصلا؟ كان من فوق البيت، يعني ما كانش فيه شارع اصلا؟ ما كانش في شارع. الفيديو اللي حضرتك مروني شارع يمين وشارع شمال وحته مهدوده كده ما الحته بين بيتين في بعض كده. هي الحته يعني البيتين دول بتوع بعض؟ بتوع بعض. وده وسط دار. البيت اللي في الدخله دي على اليمين، اللي على اليمين في النص ده كان وسط البيت. كان وسط البيت. ده بيتك انت؟ وده بيتي. البحر ده بيتي. واللي جيب لي شقة والدي بيت ابوي. طب ما تيجي كده نشوف الفيديو ده. عاوز اعمل فيديو صور